السلام عليكم يا حلوين. عندنا طريقتين حمص بطحينة اليوم. الطريقة الأولى راح تكون بخلاط اليدوي، راح نخلي حمص وطحينة وفلفل أسود وليمون ودهن، وأكيد راح نخليه بالنهاية ملح. بس بهذني المكونات راح نسوي أطيب حمص بطحينة. هنا خلينا الحمص، وهسه نخلي شوية فلفل أسود، رشة كلش بسيطة. وهسه نخلي الملح، بنات الملح حسب الرغبة. وأكيد ما راح ننسى الليمون، نخلي كمية كلش قليلة، ما نخليه هواي بنات. وهسه نخلي الطحينية، بنات الطحينية حاولوا تخلون كمية كلش قليلة لأنه راح يصير طعمه بس طحينية. وهسه نخلي دهن كمية قليلة بس هيجي ينطي طعم. وهسه يلا نجرب الطريقة الأولى نشوف راح ينجح لو لا. شو تقولون انتو بنات، راح ينجح الطريقة مال الخلاط اليدوي لو لا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بنات اني جربت الطريقتين على مود انتو تشوفون. طبعا الطريقة الأولى مال الخلاط اليدوي ما نجحت وما طلعت الحمص مثل ما اني اريده والقوام اللي اني اريده. لهالسبب راح نجيب الطريقة الثانية. الطريقة الثانية بنوتات راح تكون أفضل طبعا أكيد، لأنه راح تكون الخلاط كهربائي مو الخلاط اليدوي. وهسه خلينا الخلاط الكهربائي، راح نخلي بيها المكونات مرت اللوخ بنات، ونزيد حمص، فقط نزيد الحمص. هنا خلينا الخليط اللي سويناها. طبعا بنات تشوفون ما طلعت القوام اللي اني اريدها. هنا رجعت حطيت ليمون، ورجعت حطيت الدهن كمية كلش قليلة لان اني اساسا حطيت. وهسه راح نخلي شوية فلفل اسود وملح، وهنا انا زدت عليها شوية حمص. اكيد راح ينجح هذا الطريقة. شو تقولون، راح يكون افضل لو لا؟ هسه راح نشغل الخلاط بنات. طبعا اني نسيت اخلي ثلج بالخلاط، لهالسبب شوي كانت عندي كلش ثخينة. خليت ثلج، خليت ماي على مود شوية قوامها تكون حلوة. اني نسيت اخلي الثلج والماي صراحة، فهاي الخطوة همين زيدوا عليها بنات. خلوا ماي وخلوا ثلج، راح يطلع كلش طيبة. وبنات نصيحة جربوها، اللي ما تعرف تسوي حمص بطحينة وتحبها جربوا هاي الطريقة وادعولي. كلش طيبة حرفيا، يعني راح يخلوش تستغنين عن حمص بطحينة مال المطاعم. همينة بنات راح يوفر لكم فلوس اقل. ليش؟ لانه بدل ما انتي تروحين تشترينه بالمطاعم انتي تقدرين تسويها بالبيت. وبس والله بنات، هذا الشكل النهائي. واتمنى عجبتكم الفيديو، واشتركوا بالقناة بنوتات. باي باي.